اليوم نلتقي معكم بمناسبة ماذا؟ بمناسبة إعلاننا عن برنامج نضالي أعلنت عنه الجمعية المغربية لحماية المال العام. هذا البرنامج يمزج ما بين الجانب التواصلي والتوضيحي والتعبوي والاحتجاجي، بحيث أن الجمعية قررت أن تراسل جميع الأحزاب السياسية المساهمة في التشريع، أي الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة. وأيضا راسلنا كل مؤسسات الحكامة. التقينا لحدود اليوم بمؤسسة وسيط المملكة، والتقينا مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتقينا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع حزب التقدم والاشتراكية. يوم الاثنين يعني 16 ماي سنلتقي مع مجلس المنافسة، ويوم الخميس 19 يونيو سنلتقي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الهدف من هذا التواصل ومن هذه اللقاءات أولا هو فتح نقاش عمومي حول قضية جوهرية تهم المغاربة، هي قضية مكافحة الفساد، وأيضا لتوضيح مواقف الجمعية المغربية لحماية المال العام من قضية مكافحة الفساد. وثالثا لممارسة نوعين من الضغط على المؤسسات المعنية بالتشريع من أجل أن تعود عن المنهج الذي اتبعته بخصوص التشريع، وبالضبط بخصوص مشروع المسطرة الجنائية، وبالتدقيق وأكثر دقة المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية. هذه اللقاءات وضحنا فيها مواقف الجمعية، ورفعنا بعض اللغط واللبس الذي يحاول البعض أن يلبسه للجمعيات الحقوقية ولقضية مكافحة الفساد. للأسف الشديد سجلنا بقلق كبير كيف أن البعض أي الأغلبية الحكومية كيف سعت إلى تهريب النقاش حول قضية جوهرية ومصيرية تهم المغاربة دولة وشعبا إلى مجال آخر، إلى مجال التنابز ومجال التهريج ومجال التهديد ومجال الغوغائية، بحيث سمعنا ممثلين من داخل البرلمان يتهمون الجمعيات بممارسة الابتزاز، ويلوحون بأن بعض رؤساء الجمعيات يتوفرون على كذا وكذا وكذا. وبعضهم قال بأن هناك من لم يكن يملك حتى الصندالة واليوم أصبح يملك أشياء وأشياء. دعوني أقول لكم إن هذا تسطيح للنقاش وتعبير عن انزلاق نخبة لم تؤدي الضريبة مطلقا فيما وصلنا إليه من تحقيق من مكتسبات وهامش من الحقوق والحريات. ولذلك فإنها لا يشكل لها أي حرج أن تنقلب عن هذه المكتسبات، بل أن تلغيها حتى من النصوص. فإذا كانت بعض الجمعيات كما يقولون تمارس الابتزاز، فمكان هذا الكلام ليس هو البرلمان، مكان هذا الكلام هو القضاء، هو النيابة العامة. هم يبتزون الشعب صباح مساء بمشاريع قوانين وبنصوص وبممارسات سياسية وبقرارات ضد المجتمع، ونقول لهم إن كان السبب في التوجه نحو خنق الأصوات المنتقدة للفساد هو الابتزاز، فما عليكم، ونقولها لكم بكل وضوح وشفافية كجمعية مغربية لحماية المال العام، وابتداء مني وانطلاقا مني كرئيس الجمعية، باش نقولها لكم بالدارجة باش نتصفوا هذا الموضوع هذا. إذا عندكم شي حاجة ضدنا ما تستروناش، اللي عنده شي حاجة ضدنا احنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام
بما فيهم أنا كرئيس للجمعية نوجه له النداء أنه ما يسترناش في هذا الموضوع وما يغطيش علينا وما يكتفيش بالكلام بالهضرة، يمشي يحط داك الشيء اللي عنده القضاء. الفيصل بيننا هو القضاء، لأن هذه اتهامات يعاقب عليها القانون الجنائي، عليهم أن يبلغوا بها، لأن عدم التبليغ بهذه الاتهامات يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون. إذن عليهم أن يبلغوا الجهات القضائية المعنية، كما كانت لهم الجرأة والشجاعة بين قوسين بأن يقدموا شكايات ضد الصحفيين وضد حقوقهم، وكانت لهم الجرأة ليتقدموا شكايات وأن يذهبوا للفرقات القضائية وإلى النيابة العامة إلى آخره. عليهم أن يحركوا المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الابتزاز وتستعمل العمل الحقوقي كمجال للارتزاق. فيما يتعلق بهذا الموضوع، الهدف الحقيقي والخلفيات الحقيقية ليس هو الابتزاز أو تقنين مجال الشكايات أبدا. هناك توجه اليوم، هناك مافيات وشبكات فساد في المغرب، والفساد كما تعلمون ليست حالات فردية معزولة هنا وهناك أو ملف هنا وهناك. الفساد حالة قائمة في المغرب، استعمل ولا زال يستعمل لإدماج النخب ولترويضها ولمصادرة الحقوق وتأجيل الإصلاحات الديمقراطية والمؤسساتية وانتقال المغرب من مرحلة إلى مرحلة الديمقراطية. ولذلك فالفساد لا ينفصل عن معركة الديمقراطية، والذين اليوم يستفيدون من هذا الواقع، من واقع تأجيل الإصلاحات وعرقلة البرامج التنموية والسياسة العمومية وعدم ظهور أثر هذه البرامج على واقع مناطق متعددة في المغرب، هو راجع بالدرجة الأولى إلى سيادة الفساد وسيادة الرشوة والريع والإفلات من العقاب والزبونية والمحسوبية. هناك مافيات وشبكات تشكلت في المدن وفي الجهات، مافيات فساد تستعمل القرار العمومي للسطو على العقار العمومي وتفويته بداعي الاستثمار، للتلاعب في مجال الرخص الاقتصادي ورخص التعمير، للتلاعب في مرافق ومواقف وقوف السيارات والدراجات، فيما يتعلق بالصيد البحري، فيما يتعلق بالسياحة، فيما يتعلق بملاعب القرب، فيما يتعلق بالاستثمار. هذه الشبكات تغولت واستفادت من سيادة الإفلات من العقاب ومن ضعف حكم القانون وضعف آلية الرقابة، فتكونت في الجهات وفي المدن شبكات فساد ومافية فساد متغولة تمنع أن يكون للبرامج التنموية أي أثر على حال الناس وعلى واقع الناس. ولذلك رأينا كيف أن هناك مدن وقرى وبوادي ومضاشر لا توجد فيها طرق ولا قناطر ولا مستوصفات ولا قنوات الصرف الصحي وما إلى ذلك، وكل ما يوحي بالحياة الكريمة في المدينة. لماذا؟ لأن هذه النخب استفادت من هذا الواقع. هذه النخب اليوم هي التي يتم التشريع لها، هذا واقع، هذه هي الحقيقة التي يريدون إخفاءها، هو أن هذه النخبة اليوم تريد أن تشرع لهذه القاعدة الاجتماعية من خلال ماذا؟ من خلال تمرير المادتين 3 و7. بعدما أقبروا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجمدوا اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لرئيس ديالها هو رئيس الحكومة، وجمدوا بل وسحبوا تجريم الإطراء غير المشروع، وجمدوا مشروع كان يتعلق باحتلال الملك العمومي، وجمدوا مراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات. بعدما قاموا بكل هذه الأشياء انتقلوا اليوم إلى ماذا؟ إلى السطو على المجتمع وإلى محاولات عزله عن معركة مصيرية هي معركة مكافحة الفساد. لذلك فكروا وناقشوا وحللوا وقالوا كيف السبيل إلى أن نضمن بأن نستمر في مواقع المسؤولية وأن نستمر في جني ثمار هذه المسؤولية. فخلصوا إلى أن هناك عائقين أساسيين. العائق الأول هو المجتمع
والعائق الثاني هو النيابة العامة أو القضاء، لأن القضاء حرك متابعة قضائية، فكك بعض الشبكات في مناطق متعددة ونموذجها مدينة فاس، حجز على ممتلكات بعض المتهمين، صادر هذه الممتلكات، حرك مساطر تبييض الأموال ضد بعض المتورطين في شبهات فساد. ولذلك فطنوا إلى أن المشكلة ينبع من هذين المصدرين، فقرروا أن يحرموا المجتمع، مش الجمعيات فقط، المجتمع أفرادا وجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام، وفي نفس الوقت كبلوا يد النيابة العامة من خلال ماذا؟ من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد بصفته رئيسا للنيابة العامة، لا يحق له مطلقا أن يحرك الشكايات بشكل تلقائي، ولا أن يتلقى الوشايات والمحاضر بخصوص جرائم المال العام. فقالوا له هذا المجال لا يهمك، دعك ودع النيابة العامة لتتفرغ إلى جرائم أخرى تتعلق بالمجتمع، أما هذه الجرائم فلا دخل لكم فيها. كما قالوا بخطاب آخر بلغة أخرى لمؤسسات الحكمة ومن داخل البرلمان ما شغلكمش في التشريع. وقالوا للهيئة الوطنية للنزاهة منين جبتوا هاد 55 مليار ديال الدرهم؟ فين هما هاد المتهمين نشدوه؟ كي درتوا لها؟ هاجموا مؤسسات الحكمة وقزموا أدوارها وحشروها في الزاوية، وانتقلوا إلى القضاء، إلى رئاسة النيابة العامة التي عليها أن تنتظر لتتحرك في مجال جرائم المال العام، أي تبديد واختلاس أموال عمومية بالمفهوم القانوني، فصل 241 من القانون الجنائي. عليك أيها الرئيس، أيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، أن تنتظر توصلك بتقارير رسمية من ماذا؟ من المجلس الأعلى للحسابات، من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من المفتشية العامة للمالية، من المفتشية العامة للداخلية، وكل هيئات أخرى يمنحها القانون هذه الصلاحية. لاحظوا معي أن هذه الهيئات ستصبح النيابة العامة تحت سلطتها، بمعنى آخر أن رئيس النيابة العامة كجهة قضائية، وأنتم تعرفون على أن الفصل 107 من الدستور هو يقول السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. طيب إذا كانت السلطة القضائية مستقلة بهذا المفهوم، كيف يمكن لرئيس النيابة العامة أن ينتظر تقرير المفتشية العامة للداخلية وتقرير المفتشية العامة للمالية؟ هذا يذكرني بقانون محكمة العدل الخاصة. محكمة العدل الخاصة تعرفون أنه تم تأسيسها في مارس 1965 بعد صدور مجموعة القانون الجنائي 1962 الذي جرم استغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية والرشوة وإلى آخره. هذه المحكمة التي أصبحت متخصصة في محاكمة المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم من الرشوة وغدر واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية وغيرها من هذه الجرائم. هذه المحكمة أسست في سياق زمني وسياسي معروف، 1965 في المغرب وما أدراك ما 1965، انتفاضات، توترات اجتماعية، محاكمات، اعتقالات، محاكمة سورية، اعتقالات جماعية فردية، معتقلات سرية إلى آخره. فأسست هذه المحكمة العدل الخاصة لمحاكمة بعض المسؤولين المتورطين في بعض الجرائم. هذه المحكمة لا يمكن أن تحرك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين إلا بملتمس كتابي صادر عن وزير العدل. لاحظوا كيف رجعوا بنا إلى الوراء. هذه محكمة العدل الخاصة لا يحق لها أن تتحرك في هذه الجرائم وضد هؤلاء المتهمين إلا بناء على ملتمس كتابي يصدر عن وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة قبل أن تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل. بمعنى أن وزير العدل كجزء أساسي من السلطة التنفيذية هو الذي كان يدبر المتابعة، وهو الذي كان يتحكم في مصير الملفات التي ستحال على هذه الجهة القضائية. وأنتم تعرفون أن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل كيف أن الملفات تحال وتخضع لتقديرات واعتبارات سياسية، الجميع يعرف ذلك.
إذا في هذه السنة في 1965 وزير العدل كان يحيل، وبعد ذلك وبعد نقاش سيأتي سنة 2004 سيكتشف الجميع وسيقول بأن هذه المحكمة هي محكمة استثنائية، وأن السلطة التنفيذية تتدخل فيها، ويجب أن نقر بهذا، أن ننهي هذه الازدواجية. لا يجب على وزير العدل أن يتدخل لأنه يمثل السلطة التنفيذية. وهذه محكمة استثنائية لأن في قواعد الاختصاص والمسطرة هي مساطر خاصة، وبالتالي يجب أن تلغى. فألغيت هذه المحكمة العدل الخاصة، فجاء الربيع العربي وجاءت حركة 20 فبراير، فانطلق النقاش والشعارات حول الفساد ومواجهة الفساد والاستبداد. فتم إقرار دستور يوليوز 2011 يعتبره المغاربة يشكل قطيعة مع مرحلة انتهت، مرحلة مضت، لأنه سمي بدستور الحقوق والحريات، لأنه يتضمن التنصيص لأول مرة على رابط المسؤولية بالمحاسبة، لأنه لأول مرة في انتخابات الحزب الفائز من انتخابات يعينه الملك، الأمين العام للحزب أو الحزب الفائز يعين منه رئيسا للحكومة. نص على مجموعة من المكتسبات الحقوقية المهمة في هذا المجال، فيما يتعلق بالمساواة، فيما يتعلق بمساواة الناس أمام القانون، إلى آخره.